ازاي تقيس نجاح حملاتك التسويقية؟ أنا زياد سليم، ودي واحدة من أهم المواضيع اللي هنتكلم عنها في ذا جوت أكاديمي. الخطوة الأولى قبل ما تقيس أي حاجة وهو تحديد أهدافك. لازم يكون ليك أهداف واضحة، زي مثلا زيادة المبيعات أو زيادة الوعي بالعلامة التجارية. لازم يكون ليك أهداف واضحة عشان نقدر نحلل بناء عليها. الخطوة التانية وهي استخدام أدوات التحليل زي جوجل أناليتكس وفيسبوك انسايتس، لأن ده هيساعدك على فهم حملاتك بشكل أكتر وإزاي جمهورك بيتفاعل معاك. الخطوة الثالثة وهي مراقبة مؤشرات الأداء الأساسية اللي هي الكي بي ايز، زي معدلات التحويل، نسبة النقر للظهور اللي هي السي تي ار، معدلات الارتداد. كل دي مؤشرات أساسية لازم إن أنت تتابعها بشكل كويس، لأن هي هتساعدك أكتر في فهم العملاء بتوعك. الخطوة الرابعة وهي تحليل النتائج وتحسين الأداء. بعد جمع البيانات، ابدأ بتحليل البيانات بتاعتك واعرف نقط الضعف اللي محتاجة إلى تحسين، وابدأ إن أنت تشتغل عليها وحسنها. قياس النجاح هو جزء أساسي من أي حملة تسويقية. دايما تابع حملاتك، ابتدي إن أنت حللها، خد قرارات بناء على التحليلات دي عشان تقدر إن أنت تحسن نتائجك بشكل مستمر. ولو مهتم تعرف أكتر تقدر تعمل لنا فولو عشان هننزل لك فيديوهات دايما تفيدك، أو تقدر كمان تدخل على المنصة بتاعتنا وتاخد الكورسات اللي أنت محتاجها عشان تبقى مميز في مجالك. أنا زياد سليم، وإحنا هنا في دبوتك.